ازيكم؟ وحشتوني جدا جدا جدا. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بدأت معاكم الفيديو بروتين كده ايه ليلي. كنت بعمل السكين كير بتاعي بالليل. كان اليوم ده كنت معزومة برا. وروحت. رحت كده مغيرة هدومي وعملت السكين كير وقعدت رايقة. ما كنتش شربت النسكافيه بتاعي، فقلت لا انا عايزة اشرب نسكافيه، لان بجد اليوم اللي بشربش فيه نسكافيه بحس ان فيه كده ايه، لا في حاجة غلط. فكان الكلام رغم ان كان الوقت ده كان الساعة 10 بالليل، فكان يعني انا بدأت متأخر كده، ان انا يعني بقيت متأخر ان انا ما اشربش نسكافيه، بس لا كنت هموت واشرب نسكافيه. عايزة اقول لكم ان النسكافيه بتاع مصر كافيه ده تحفة 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 تحفة، حلو جدا. ما كنتش متخيلة ان هو هيعجبني كده. انا جبت قلت ايه، هجربه اشوفه هيعجبني ولا لا، بس الصراحة حلو قوي، عجبني الصراحة جدا. والصراحة كده اللي هو بشرب النسكافيه بحس كده بمتعة بجد يعني. من زمان ما شربتش نسكافيه اللي هو استمتع بيه قوي كده. فصراحة حلوة قوي، وان شاء الله هكرره دايما، يعني مش اخر مرة، لا هكرره دايما. المهم، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 يا جماعه. كان بقالي كتير ما عملتش النسكافيه اللي هو بحليب ده، اللي هو النسكافيه البلاك. كان بقالي كتير ما عملتهوش. كنت بشرب اللي هو النسكافيه الاتنين في واحد. فبعد كده فمش عارفه كان خلص عندي، فقلت اما اعمل ايه. عارفين اقول لكم كان كسل والله. بحس لما اكون عايزه نسكافيه تركيزه عالي بحب اشرب النسكافيه اللي هو اتنين في واحد. النسكافيه ده اللي هو يعني اللي هو التركيز العالي، بحس التاني يعني اللي هو لما اكون عايزه افوق. يعني عارفين لما اكون عاوزه افوق بحب اشرب اللي هو اتنين في واحد. تعالوا بقى اوريكم اوردر تحفه تحفه جالي. الاوردر ده لازم اطلبه قبل العيد يا جماعه، لازم قبل العيد ده يطلب. ايه هو بقى؟ حمام مغربي. انا لقيت الصراحه كتير جدا بيشكروا فيه، فقلت اما اطلبه كده واجربه. بس انا حاسه ان هو حلو قوي الصراحه. جربت اللوشن بتاعه كده وحطيته على جسمي كده، ريحته يا جماعه خطيره خطيره خطيره. هو عبارة عن نيلة زرقاء وطمي مغربي وسكراب ولوشن. وبجد الصراحة حاسة كده متفائلة بيه. انا كنت بستخدم دايما بتاع اما، بتاع اما مش وحش، حلو، بس انا كنت عايزة اجرب حاجة تانية. يمكن انا ما كنتش بجرب الا اما بس في الحمام المغربي. بس لما لقيت ده كله بيشكر فيه فقلت ايه، اما اجربه برضو. والصراحه مبدئيا حاسه ان هو عجبني، بالذات قلت اما اجرب كده اللوشن لقيته ريحته تحفه. انا من زمان عايزه اجيب لوشن كده، ريحه كده يعني ريحه كده فواحه، وريحه كده تكون حلوه. وبالذات ان هو يكون مرطب برضو. انا اسفه على الصوت ده يا جماعه، مقريفه بشكل مش طبيعي. المهم لقيت اللوشن ده عجبني قوي قوي. انا عايزه اقول لكم ان هي مقريفه بشكل مش طبيعي من مساحات، مش عارفه بقى ده تسنين ولا ايه. بس انا بقول مثلا لو تسنين ما لحقتش تسنن يا جماعه، ما اعرفش. المهم تعالوا اقول لكم ان انا بقى كان لحد نسكافيه كان بالليل. الصبح بقى كان بدايه الاوردر اللي هو وصل لي. فانا يعني شاركتكم معاه، شاركت المنتج معاكم. انا مش عارفه مين. المهم بقى كان عندي شويه مواعين، وكنت عاوزه امسك البوتاجاز اغسله يا جماعه، علشان بجد كان خلاص بقى متبهدل، وكنت محتاجه ان انا اغسله غسله كده ايه من الاخر. وكنت عاوزه برضو امسك التلاجة امسحها وانضفها. التلاجة ما كانتش محتاجه ان هي تتغسل، هي كانت محتاجه تتمسح بس. وكانت يعني وكان فيها كام حاجة كده. شلتهم خالص، روقتها كده ونضفتها، ورحت مسكها مسحاها بخلطة اللي هي مية على خل على بريكس. المهم ونضفتها ومسحتها وبقت فله شمعة منورة. عشان برضو ما نساش بالنسبة للكومنت اللي قالت لي فين انا عاوزة مقادير البيتفور. انا عايزة اقولك ان انا برضو رديت عليكي وهرد عليكي هنا، لعل حد يستفيد. عايزة اقول لكم ان انا بعمل بيتفور يا جماعة خطير خطير خطير. بس هو في تركاية دي هي اللي بتخليها تحفة صراحة.
ايه هي؟ ان انا بستخدم زبدة اللي هي الزبدة نيوزيلندي. مش عاوزة تستخدميها مش مشكلة، استخدمي حاجة تانية. بس الصراحة هي دي اللي بستخدمها. برضو يعني انا يعني الزبدة النيوزيلندي دي هي غالية شوية، بس الصراحة حلوة جدا جدا، وهي اصلا مخصصة للحلويات. عاوزة تستخدمي فيرن، انا مرة استخدمتها بفيرن ما كانتش وحشة، كانت حلوة، بس النيوزيلندي كانت اجمل بكتير. بس الفيرن برضو ما كانتش الصراحة وحشة، واتاكلت وكانت حلوة. المهم اقول لكم المقادير بالظبط. كيلو زبدة زي ما انت عايزة، زي ما قلت لكم، ومعاها 400 جرام من السكر البودر. معاهم 4 بيضات كبار. لو انت هتستخدمي البيض بلدي خليها 5 بيضات. معاهم كيسين من الفانيليا. معاهم نص كيس بيكنج باودر. دي تقريبا كل المقادير بتاعتها. هي كل المقادير. عايزه اقول لكم بقى انت بتعمليها ازاي. انت بتحطي البيض، بتكسري البيض وعليه السكر وعليها الفانيليا، وبتقعدي تدوبي فيها يعني بايدك كتير جدا، ماشي، لحد ما كده تبقى كريمه. عندك عجان تبقى فل جدا، ويفضل ويستحسن تكون عجان عشان توصلي للكريمه. عاوزاها بايدك اعملي بايدك، مفيش مشكله. تمام. وبعدين بتنزلي بقى ايه بالزبدة، ماشي، وبتفضلي برضو تعجني فيها وتدوبي فيها الزبدة، وبعدين بتنزلي بالدقيق. وهي كده وهي لسه طريه، يعني قبل يعني وهي اما تحطي دقيق كده وهي طريه تقريبا، انت بتحطي دقيق قبل الزبده، ماشي، قبل الزبده تقريبا. اصل انا بعملها من السنه لسنه فبنسى. تمام. قبل ما تنشف كده من الدقيق. المهم ان هي بقى ايه، تفضلي بتحطي دقيق، هو دقيق من كيلو ونص ل2 الا ربع، بتفضلي تعجيني فيها لحد ما تسلتي فيها بيها ايدك. المهم وهي طريه قبل ما تسلتي فيها ايدك. لو عاوزه تعملي شويه بالكاكاو، خدي شويه وهي طريه، وعشان تزودي عليها الكاكاو الخام. تمام. عشان لو انت عاوزه تعملي بتفور بالكاكاو وكده، مش عاوزه خلاص زي ما انت عايزه، انت بتفضلي تعجني فيها لحد ما ايدك تتسلق لوحدها وتبقى حلوه معاكي، واشتغلي فيها على طول، وبتبقى بصوا تحفه تحفه تحفه. احنا عندنا هنا بنعمل كل حاجه في الفرن: البسكويت، الكحك، القراقيش، ما عدا البتفور بنعمله في البيت، لان احنا بنعمله بالطريقه دي وزي ما احنا عايزين، ما بنعملهوش في الفرن يعني، لان احنا برضو بنعمل اللي هو كميه كيلو 2 كيلو يعني. هما الصراحة الكيلو معاكي هيرموا كمية ما شاء الله عليها، وما شاء الله عليها كمية كبيرة يعني هيرموا كمية حلوة تقضوكوا كتير. يعني انا مثلا السنة اللي فاتت لما عملت كيلو، لا قضيتنا كتير جدا جدا ما شاء الله، كانت حلوة جدا. عايزة اقول لكم بقى بمناسبة ان انتي بتلزقي البتفور الاتنين في بعض، انا عايزة اقول لكم ان احنا ما بنعملش كده خالص. انا ما بلزقهوش، لا بخليه كده الواحدة بوحدتها سادة كده. الصراحة بحبها كده اكتر، يعني ما بحبش حتة التلزيق ده خالص. اللي بيعمل يعني انا بحبها كده، وجوزي برضو بيحبها كده، فما بحبش التلزيق. حتى قبل ما اتجوز كانت مامتي مثلا لما تلزقوه كده ما كنتش بحبه قوي. طبعا كان في بقى بيلزقوه بالشوكولاتة، واللي كانوا بيلزقوه بالمربى، بس دايما كانوا بيلزقوه بالمربى يعني. المهم قلت بقى معاكم هرش كده سيترس على البوتاجاز، ولحد ما كده الدهون تدوب. يكون انا مسكت التلاجة، شلت اللي فيها ونضفتها كده، وهروح كده ايه، ورحت مسحها ومسحتها من بره ومن جوه، وهرص الحاجات فيها تاني، وهرجع بقى ايه اعمل البوتاجاز. هنا كانت بنتي جايه تكلمني. المنطقه هنا بصوا، انا عايزه اقول لكم ان الرفوف بتاعت شفتوا الدواء قد ايه. الرفوف دي كانت نظيفه، ما كانتش محتاجه يعني. وعموما لما بلاقي رف منهم متبهدل او كده، باخده اول باول واروح منضفاه، غسلاه، وارجع ركبه تاني، يعني ما بسيبهوش لما كله يتبهدل وبعدين ارجع مثلا ايه اروح منضفاه. لا، اول باول كده تكون الحاجه على نظافه افضل واحسن، عشان على الاقل الواحد ما يتعبش. يعني الواحد كده مجهوده ما ترهقيش نفسك وصحتك في حاجة يعني. لا، اول باول كده الدنيا تبقى خفيفة خفيفة.
خدت برضو التلاجة كده من بره، مسكتها كده لمعتها بجد يعني. التلميعة دي بتاعت الملمع الازاز بيفرق جدا جدا الصراحة. بصوا لمعت. هنا بقى ايه، كنت دخلت على البوتاجاز، مسكت بقى إيه. على فكرة انا هقول لكم حاجة، ان الحوامل دي ممكن كنت دخلتها غسلت الاطباق، بس انا عايزة اقول لكم ان انا كنت عايزة اعملهم على ايدي، يعني افركهم كده على ايدي احسن. يعني حسيت ان انا محتاجة ان انا يتفركوا على ايدي كده افضل واحسن، فاهمين؟ لان بقالي فترة كده ما عملتهمش، يعني اخر مرة عملتهم معاكم ما عملتهمش تاني، فكانوا محتاجين ان هم يتفركوا كده بايدي، فحسيت ان كده افضل يعني اما احطهم في غسالة الاطباق. المهم طبعا سيترس كان مساعدني ان مدوب لي كل الدهون، فكانت يعني عارفين ايدي اللي هي بتمشي كده، اللي هي تنظف الطبقة الدايبة. فبجد سيترس ده حلو جدا 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 الصراحة. المهم انتوا عاملين ايه، ووصلتوا لتنظيفة العيد لايه؟ يعني عملتوا ايه في تنظيفة العيد يا جماعة؟ انا حاسة ان مفيش حد بدأ يعني، ولا انا اللي بيتهيألي ولا ايه بالظبط؟ يعني انتوا بصوا، نظام التنظيف زي ما انتم شايفين كده، نظام التنظيف معاكم، وانا قلت لكم ان انا ماشيه بنظام التنظيف ده، برضو همشي عليه في رمضان وللعيد برضو. يعني شايفينه اللي هو اخر يوم ولا اخر يومين هروح ماسكه نكته الشقه كلها، اللي هو مجرد تلميع كنس مسح، بس كل حاجه يعني ايدي فيها، يعني كل حاجه انا ايدي فيها. يعني يمكن انا بشارككم حاجات كتير منها. تمام، زي مثلا البوتاجاز اهو، مسكته وغسلته غسله نظيفه، تقريبا هيتمسح اللي هو مسح عادي، مش هيتنضف التنظيفه دي تقريبا. يعني التنظيفه القويه دي يعني على العيد تاني. طبعا هتقولي ما انت بتطبخي مش عارفه ايه عليه، لا انا اكتريه اصلا اكل يا جماعه عندي حماتي، يعني في رمضان يعني عندي حماتي، فتلاقي الدنيا على البوتاجاز عندي خفيفه، يعني اللي هو ايه، حاجات مش كتير، يعني حاجات خفيفه. يعني يمكن الطباخ اللي بتتعمل يوميا كده بتاعت رمضان محتاج ان البوتاجاز ده يتعمل كل يومين 3 بالمنظر والشكل ده، فاهميني؟ بالمنظر والشكل ده كل يومين 3 بجد. بس لا، عشان الدنيا خفيفة عندي، فهو الموضوع كده ايه مساعدني الصراحة. المهم يعني انا كنت مش عارفة طول عمري عندي عقدة في تنظيف البوتاجاز، مش عارفة ليه. يعني ما كنتش بحب حتة التنظيف بتاعه، حتى كنت بمسك انضف المطبخ كله واروقه مش عارفه ايه قبل ما اتجوز وكده، بس كان البوتاجاز كده بيبقى حاجه كده تقيله على قلبي، ما تعرفوش ليه يعني. يمكن الموضوع ده خف عليا شويه بعد ما اتجوزت الصراحه. المهم انا طبعا قلت لكم ان انا شلت سجاد الشقه كله ووديته المغسله، وقلت لكم ان انا محتاجه ريسبشن انضفه بقى تنظيفه عميقه. بس الصراحه لما السجاد يجي علشان السجاد يعني اللي هو الشقه الريسبشن انضفه واروح فرشه على طول. عاوزه اقول لكم ان الشقه من غير سجاد بجد لا، صعبه 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 حقيقي بجد، يعني تلاقيها تتبهدل في ثانيه، ومهما تنضفي فيها تحسها لا مش نظيفه. فالصراحه السجاد ده نعمه يعني السجاد بيحافظ على الشقه يا جماعه، بيحافظ الشقه على من كل حاجه وحاجات كتير. شوفوا بقى البوتاجاز قبل كان عامل ازاي وبعد بقى عامل ازاي، فرق شاسع الصراحه. هنا كده شويه الميه اللي اتنطورت كده مطرح ما كنت برص العيون. انا عاوزه اقول لكم ان العيون مسكتها اصلا غسلتها على الحوض بس ما صورتهاش معاكم، شايفين المنظر؟ هنا طبعا برضو سجادة المطبخ برضو بعتها تتغسل. فروحت كده ايه كنسل المطبخ، ورحت ماسكه بقى ايه همسحه، هروح ماسكاه كده ايه مسحاه ان شاء الله. لما قبل السجاده ما افرشها ان شاء الله هروح ماسكاه كده ايه غسله، برضو غسله ايه كده عميقه، مش اللي هو مجرد ايه مسح بالموب كده او مسح بالشرشوبه، لا همسكه ان شاء الله اغسله ايه كده غسله عميقه، وتبقى الدنيا فلالي خالص يعني. وعموما يا جماعه خلاص يعتبر ناقص على العيد يعني اسبوع، فهو لحد بقى ايه ما نظبط الدنيا ونعمل الدنيا كده هيكون خلاص العيد خلاص
دخل، فهو ناقص اسبوع. انا عايزه اقول لكم ان انا لحد دلوقتي ما جبتش لبس العيد لولادي، متخيلين؟ انا متاخره جدا 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 جدا. ان شاء الله كده هيكون الفيديو بتاعي خلص، يا رب يكون عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.